محمود عبد الرحيم قنش. كيفما كان الحال الحسنية قدم مباراة في المستوى، مباراة حسب إمكانياته يمكن أن نقول علامة 8 7 10. افتقد للفعالية للمسة الأخيرة، ولكن مجهود كيفما كان الحال يشكر عليه. ونقول للجماهير الأكاديرية، الجماهير السوسية، ارفعوا رؤوسكم. من حقكم أن تفخروا بهذا النادي الذي وصل لأول مرة في التاريخ إلى الدور الربع النهائي. الأمور لم تحسم بعد، أقول الأمور لم تحسم بعد، لأن هناك 90 دقيقة أخرى في مصر، ولو أن المهمة صعبة ولكن ليست بها المستحيلة. نتوقع وننتظر مباراة رجولية للحسنية في مباراتها العودة. تصل الكرة في وسط الميدان، الزمالك جاء من أجل التعادل، ليس إلا حذاري من الأخطاء في اللحظات الأخيرة. تمشي في هذا المرتدى الهجومي لعناصر نادي حسنية أكادير، لمسة وإيجاد المساحة. يوسف، يلا يوسف، يلا يوسف، يدخل يوسف، يدخل. ماذا أراد أن يفعل يوسف؟ كان ممكن أن يرفع الكرة في الوهلة الأولى. هنا الحسنية بعض القرارات الصائبة لم تكن حاضرة. نعم، هنا يوسف الفحلي اتخذ القرار الخاطئ، وهو الدخول لمنطقة الجزاء، وكان يعرف بأن عبد الله جمعة يعني في وضعية تسمح له بإخراج هذه الكرة. في نهاية المطاف نعم تم إخراج الكرة والتعطية من عبد الله جمعة في نهاية الأمر. هنا ضربة مرمى لفائدة الزمالك، وهناك تغيير في هذه الأثناء. نعم، تغيير أحمد سيد زيزو يخرج في هذه اللحظات. لاحظوا بأن كريستيان كروس قام بتبديلات في اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام. محمد الشناوي يدخل في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام. لاحظوا بأن حتى توقيت التغييرات ديال المدرب كروس تؤكد بأنه راض تماما على هذه النتيجة، وهو يريد أن يخرج متعادل بالصفر مقابل صفر. وسط الكرة للجهة اليمنى، هنا لم يتحكم فيها اللاعب يوسف الفحلي. لاحظوا بأن بعض اللاعبين بادئ عليهم التعب، وهذا طبيعي جدا بالاندفاع والحماس اللي شاهدناه خاصة في شوط المباراة الأول. سفيان بوفتيني، عبد العالي خنبوبي يرسل كرة للأمام، أقرب إليها محمود علاء، يتركها لمحمود عبد الرحيم قنش. تمنينا لو الحسنية سجل مبكرا، كنا سنشاهد يعني مجرى آخر في المباراة. عموما قدر الله ما شاء فعل، الأمور لن تحسم إلا في مباراة العودة. أكيد 90 دقيقة أخرى. تامر سيام يلعب الكرة على الجهة اليسرى، قاسمي يعيد لي الخلف، وضيعت الكرة الخلف، يجب التلعب إلى الأمام. يا القاسمي مباشرة لفائدة اللاعب سفيان البوفتيني، يمرر الكرة لياسين الرامي. ياسين سيرفع ياسين، نعم سيرفع الكرة على مشارف منطقة الجزاء. محاولة من كريم، كان في تدخل، الحكم كان قريب من العملية، وشاف بأن هناك تدخل من طرف المدافع محمود علاء. خروج بهذه الكرة، حذاري من مرتدات فريق الزمالك، حذاري من مثل هذه الكرات الصعبة، صعبة جدا، صعبة جدا، صعبة. الخنبوبي عودة موفقة، والخنبوبي عودة موفقة. نهاية المطاف عبد الرحمن الحواصي، هذه من الكرات صراحة الصعبة على دفاعات نادي حسنية أكادير. محاولة استغلال المساحات في هذا الخروج الهجومي لعناصر الفريق السوسي. وصلت لي زوير، تامر سيام، تامر هنا إلى الجهة اليسرى. يوسف الفحلي يحاول المرور، يجيب ركنية أم لا؟ حاول هنا لاعب يوسف الفحلي، ولكن أقرب إليها هنا الدفاع في محاولة إخراج هذه الكرة، ترجع للفريق السوسي. اللحظات الأخيرة لا زال الحسنية يضغط في هذه الأثناء. تامر الصيام يحاول الدخول، تامر يلعب ليوسف الفحلي، هل سيرفع يوسف؟ مرفوعة. هنا الكثافة العددية والزيادة العددية لعناصر نادي الزمالك مرة أخرى. وصلت ليوسف، يلعب قصيرة في اتجاه تامر الصيام، لمن يتامر، والركنية. الحل الوحيد اللي ممكن يجي منه الهدف هو الركنية أو الكرات الثابتة إن صح التعبير. نعم، يلزم صعود معظم لاعبين نادي حسنية أكادير الآن، لأنه لم يتبقى وقت كثير. نلعب الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. ستلعب هذه الركنية في القائم الأول. بوطيب دائما متواجد في القائم الأول، بوطيب بطول إقامته دائما حاضر في التصدي لمثل هذه الكرات. وانطلاقة في مرتد هجومي خطير، مرتد هجومي خطير، عودة كانت موفقة وسريعة. خطيرة دي، خطيرة خطيرة خطيرة. برافو برافو
برافو برافو عبد الرحمن الحواصلي. كرة المباراة بالنسبة للزمالك، لكن عندنا حارس كبير هو عبد الرحمن الحواصلي الذي ينقذ الموقف في كرة صعبة. هذه اللحظة التي انتظر عناصر نادي الزمالك للخروج في هذا المرتد، لا وجود لوضعية تسلل، لا وجود لوضعية تسلل وجها لوجه. برافو عبد الرحمن الحواصلي الذي يخرج الكرة بعد ذلك إلى الركنية. يوسف أوباما، نعم، واحد من هدافي نادي الزمالك، كان قريب جدا من تسجيل هدف، ولكن عندنا حارس كبير وعبد الرحمن الحواصلي. 5 دقائق وقت بدل ضائع يتم احتسابها في هذه الاثناء. 5 دقائق نعم يتم احتسابها ولا شيء. حسام يوسف، يلا يوسف او سفيان البوفتيني يلعب الكرة في وسط الميدان. الخنبوبي، خنبوبي هنا لمن قاسمي على الجهة اليسرى. استلام من القاسمي، يلعب لتامر الصيام. تامر يخرج في نهاية المطاف. محمود علاوي يقطع ديال الكرة، ترجع مرة أخرى أكاديرية. لحسن الحظ أن كرة اللاعب يوسف أوباما تصدى لها الحارس عبد الرحمن الحواصلي، الانفراد الوحيد لنادي الزمالك في هذه المباراة. ترجع مرة أخرى هنا سفيان، يرفع داخل منطقة الجزاء. الكرة العالية معظمها لعناصر الزمالك. المطالبة بركلة الجزاء، المطالبة بركلة الجزاء. ترجع إذا جلال الدولي يسعد لتنفيذ الركنية. صراحة الزمالك محظوظ جدا في هذه المباراة، كان ممكن على الأقل نشوفوا هدفين لفائدة نادي حسنية أكادير. إذا جلال الدولي يرفع كرة، جلال على القائم الأول. يا جلال، وصلت إلى الركنية بالفعل لفائدة حسنية أكادير. لم يتم استغلال الفرص والكرات الثابتة مع الأسف من عناصر الحسنية. فرصة ركنية، متابعة، تسديدة على المرمى. الكثير من التسديدات شفناها بهذا الشكل، وخاصة من لاعب تامر الصيام. على الأقل تامر الصيام ضيع 3 أهداف، على الأقل يا تامر الصيام ضيعت 3 أهداف محققة لفائدة نادي حسنية أكادير. الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، دائما 0 مقابل 0، وهي نفس النتيجة في آخر حضور نادي الزمالك بالمغرب تحديدا بطنجة، لما أجبر الاتحاد على تعادل 0 مقابل 0. تمشي الكرة للجهة اليمنى ناحية اللاعب الشناوي، محمد الشناوي مرر على الجهة اليمنى. ما يمرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش، والحكم يصفر خطأ في هذه الاثناء. نعم، ضربة حرة لفائدة حسنية أكادير. عبد الرحمن الحواصلي، حمدي النقاز، إذا حمدي النقاز يسعى لتنفيذ التماس، يأخذ بعض الثواني هذه اللحظات. العب يا النقاز، العب يا النقاز، ماذا تنتظر؟ حاول كسب بعض الثواني. مشاهدينا الكرام، تمشي من جديد طارق، يلعب أمامية لمن فقط لعب ياسين. ياسين خذ حذرك يا ياسين، يعيد للخلف للحارس عبد الرحمن مرة أخرى. ياسين الرامي، الرامي يلعب طولية على مشارف منطقة الجزاء. يوسف لم يتحكم فيها، واستخلاص هذه الكرة وانطلاقة. الزمالك هنا يحاول المباغتة في الوقت البدل الضائع. طارق حامد يتقدم، هنا خطأ خطأ خطأ. ضربة حرة للحسنية. التدخل كان واضح. هذه الإعادة مرة أخرى، التدخل لمحمد الشناوي لاعب البديل، ووصلت إلى الجهة اليمنى. عبد العالي الخنبوبي داخل منطقة الجزاء، ومتابعة من المدافع الأوسط. ترجع مرة أخرى الخنبوبي، ماذا سيفعل؟ هنا الممرات غير موجودة. فرصة 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 فرصة. البركاوي، عندك يا الكيماوي، عندك يا الكيماوي، عندك يا الكيماوي، عندك يا الكيماوي. غير معقول، غير معقول. كرة أخرى تضيع على عماد الكيماوي. لم يكفيك الفرص الواضحة التي ضيعتها يا الكيماوي. هنا كرة سير الخنبوبي مرة أخرى، يسترجع هنا، يرفع داخل منطقة الجزاء، ولكن